السلام عليكم. أنا حنان الحمزاوي ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة البطاطس بطريقة جميلة جدا. ايه رأيكم في الشكل الجميل ده؟ طبعا احنا عارفين البطاطس الصينية بتبقى مطبوخة باللحمة وحاجات كده. ايه، احنا هنجدد في البطاطس شوية وهنخليها كده حاجة كده ايه زي العسل. انا عملت الطبق ده بطريقة بسيطة وسهلة جدا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ عملناها بالبشاميل واللحمة المعصجة المفرومة. شايفين الجمال ده؟ حاجة تفتح النفس كده وتغيير للولاد. يعني بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. انا جبت البطاطس بتاعتي، قشرتها كويس وهاخدها كلها اسلقها. هتتسلق بطريقة عادية خالص. اول ما المية بتغلي بتحطي معلقة من الملح ومعلقة من الكمون وتسلقيها بالشكل الجميل ده. اول ما تتسلق بالشكل ده هنهرسها بالهراسة كويس جدا. عايزاها بوريه، ما يبقاش فيها اي كلاكيع. اتفقنا كده زي العسل. انا ههرسها كلها بالشكل ده. شايفين حتى لسه سخنة جدا. فيعني انا اشتغلت بقى بيها على طول، ما كانش عندي وقت. بس بصراحة طلعت صينية بطاطس باللحمة عسل. انا كده هرستها كويس جدا. هبتدي بقى هجيب الصينية بتاعتي. اهم حاجة شايفين انا عمالة بهرس فيها كده، مش عايزة فيها اي كلاكيع، تبقى بوريه خالص. كده تمام. كده تمام. هنشيل بقى البطاطس دي وهنعمل اللحمة المعصجة. انا عملتها لكم قبل كده في حلقة لوحدها. هجيب بقى الصينية بتاعتي وهحط جزء من البطاطس وهفرده كده في الصينية من تحت، من غير اي مادة دهنية ولا اي حاجة. والله العظيم طلعت زي العسل. شايفين الجمال ده؟ انا كده هفرد البطاطس في الصينية وهحط كمان اللحمة المفرومة المعصجة عليها. دي طبقة وهفردها كويس جدا. شايفين بالشكل ده يا حبايبي؟ انا هفرد اللحمة المفرومة في البطاطس، فوق البطاطس كده بالشكل الجميل ده. هحط عليها كمان جبنة موتزاريلا على جبنة رومي، يعني جبنة كده مشكلة مبشورة. كده انا هكملها كلها وهفرد عليها الجبنة بالشكل الجميل ده. وهبتدي بقى احط الجزء التاني من البطاطس وهفردها فوقيها كده بالشكل الجميل ده. شايفين الجمال ده؟ حاجة كده زي العسل. هحط عليها برضو جبنة موتزاريلا مبشورة والجبنة الرومي، يعني كله خلطة كده مع بعضها. وتطلع معانا بالشكل الجميل ده. شايفين المنظر؟ تحفة. وكان طعمها زي العسل. انا هعمل لها البشاميل بتاعها. طبعا احنا عارفين كلنا البشاميل اللي بيتعمل ازاي، وانا عاملاه معاكم في المكرونة البشاميل. هحطها كده بتبقى سايلة كده وجميلة، وهحطها كده من فوق الصينية بتاعتي فوق الجبنة الموتزاريلا. وكمان بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هيبقى معانا بالشكل القمر ده. شايفين الجمال؟ كده بقى انا هحطه في الفرن على درجة 180 في الفرن بتاع البوتاجاز او الفرن العادي اللي انت اللي عندك اللي بالكهرباء. هيطلع معانا بالشكل القمر ده. شايفين الجمال ده؟ ما خدتش 20 دقيقة بالظبط، وكانت يعني تحفة. انا كده هقطعها بقى هوريها لكم من جوه. شكلها جميل جدا، كان طعمها تحفة. هنغير من الأكلة بتاعتنا شوية، بدل ما نعمل البطاطس بالطرق العادية هنعملها كده بالطريقة دي. يا ريت تجربيها بطريقتي وإن شاء الله هتعجبك. شايفة العسل ده؟ أنا كده بقى هجيب طبق التقديم وهطلع لكم قطع منها عشان تشوفوا شكلها من جوه. كان طعمها زي العسل. بسم الله ما شاء الله. انا هطلع لكم، شفتوا شكلها حتى يفتح النفس كده وجميل. الولاد دلوقتي بقوا بيتدلعوا علينا في كل الاكل، واحنا بنحب نغير لهم الاصناف عشان يعرفوا كده ياكلوا. شايفة الجمال ده؟ كانت تحفة. ايه رأيك في الجمال ده؟ هحط قطعة كمان في الطبق. شايفين الجمال؟
والله العظيم كانت زي العسل. ايه القمر ده يا سيدي يا سيدي، حاجة كده زي العسل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وشير للفيديو، تشيروه بقى لاخواتكم واصحابكم وحبايبكم كلهم، ويا رب اكون افدتكم بحاجة. وتحياتي ليكم جدا، وتحياتي للجميع. شايفين المنظر زي العسل، شايفين شكلها حلو جدا وطعمها زي السكر. نلتقي في فيديو آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.